جماعه هو ازاي في مكان بيبص على المنظر الجامد جدا ده؟ حرفيا انت بتبقى شايف مصر كلها من فوق. وانت تسكت المترو دي ممكن تعمل بيها ايه في المترو؟ فدي بس سلسله جديده عباره ان احنا بننزل كده محطات المترو بنشوف ايه محطه فيها حاجات مشهوره او فيها اماكن يتخرج فيها. واحنا النهارده في محطه الاهرام، فيلا بينا نشوف ممكن نعمل ايه في الكوربه. فيلا بينا. بص يا زميلي، احنا في الفيديو ده هناكل وهنقعد في روف وهنعمل كل حاجه، بس مبدئيا كده عشان تقعد في روف فلازم يكون معاك اكل. فاول حاجه نبدا بيها لو اعتبر ان احنا هناكل، وبعد كده نشوف بقى نقعد في روف فين في الكوربه او نظبط تظبيط نعمل ايه بالظبط. فشايف في محل هنا اسمه زيكو بيعمل الكريب البانيه 35 جنيه. نخش نجيب 2 كريب بانيه، بعد كده نشوف بقى ممكن نقعد فين في كوربه. بص هو روق علينا جدا، هو طلع عرفنا بصراحه. بص عمل لنا اصلا كونو، مش طالبه كونو فعملوا لي كونو، روق عليه جامد قوي. فلو في حد كده ياكل عنده يقول له ان هو من طرف محمود سويلم هيوجب معاه احلى واجب. عند جنه الفواكه هنا عنده حاجه اسمها رضعات، ففي هنا رضعه الاسد تبقى صوبيا فانيليا. خش نشوف الرضعه بتتكلم تقول ايه. السلام عليكم، عايز اللي هي الرضعه اللي هي الاسد اللي هي صوبيا فانيليا دي ميديم. يلا بقى نشوف رضعه الاسد دي بتتكلم في ايه. بينهار ورا طعمها صوبيا على تحس انها حاطه عليها ايس كريم فانيليا، بس طعمها عجبني. طعمها لا بصراحه حلو قوي. فكده احنا طبعا احنا اكلنا وشربنا، فكده هنلف بقى ونشوف ممكن تقعد في روف ايه في الكوربه او مصر الجديده. بص يا مان، اول حاجه نعملها في روف كده في الدور ال 12. هنطلع كده ونشوف ممكن نعمل ايه، ونشوف الكوربه مشهوره ان فيها روفات كتير، فهنطلع كده الروف اللي في الدور ال 12 ده ونشوف الكلام على ايه وهل هو حلو ولا وحش. مفيش حد خالص. بص هو المنظر يخرب بيت الجمدان. انا لسه طالع بصراحه اول مره اجي الروف ده، بس المنظر من فوق تحس انك شايف مصر كلها. تعال اصلا في بص جزء ورا كده اصلا ايه يا جدعان، رايق قوي رايق قوي. بس انا في بس مشكله ان في مينيمم تشارج 70 جنيه وبتاخد معاه هوت درينك تقريبا، وفي قاعده اوت دور وفي قاعده اندور. فانا شايف ان الروف ده بصراحه حلو قوي يعني. انت لو جيت اصلا ده لو بالليل هيبقى حوار تاني خالص، انت شايف مصر كلها حرفيا. فهنقعد بقى كده ونشوف الهوت درينك اللي هينزل لنا ده ونشوف ايه الدنيا عندهم كده، بعد كده نشوف بقى ممكن ناكل ايه او نعمل ايه تاني في الكوربه. كده هنخش بقى نعمل المشروب، فهنستعين بقى بزميلي كريم عشان ايه نشوف بقى يدوقنا حاجه على مزاجه بقى. هو بقى نشوف هشربك مشروب عدسي. بص يا زميلي، انت كده كده اصلا دافع 70 جنيه اغلى مشروب هنا، يعني اي حاجه تشرب لو شربت شاي هتدفع 70 جنيه، لو شربت اي حاجه هنا هتدفع 70 جنيه. فاحنا طبعا هنمشي بنفس نظريه المصريين، احنا نشوف هنا اغلى حاجه ايه اصلا. فاغلى حاجه هنا وهو ده، حاسس هو يعني ده ب 5 جنيه اصلا بره، فهم كاسبين 70 جنيه. ما علينا مش موضوعنا اصلا. سكرك ايه يا زميلي؟ زياده 1 2 3 4. اصلا زمان كان المدرس بتاعي كان بيقول لي انت المفروض تفتح قهوجي او تبقى قهوجي، وانا كنت بقول له لا، ولكن بعد ما كبرت حسيت ان انا ايه، انا فعلا محتاج حاجه زي كده. كده بيكفي تقريبا شخصين 3، ولكن احنا فجرة 70 جنيه بقى. في برضه لو فتحنا الثلاجه هنا ما اعرفش في رسومات غريبه مش عارف. عندك برضه بيبس، بلح، لبن، تمام جدا، في كل حاجه انت عايزها فعلا. صب المشروب بتاعك الجميل. ما معلش بس سؤال، اتفضل. فين الافتكاسه اللي انت عملتها؟ الافتكاسه يعني انا جبت عيل صغير يعمل نفس الحوار ده. انك تعمل حاجه بنفسك. بس انا جاي النهارده علمتك ازاي تعمل هوت شوكليت من جالاكسي او كادبوري ميلك، مش هتفرق، هو هوت شوكليت وخلاص يعني. فكده احنا يعتبر كلنا ودخلنا اول روف، وبصراحه جامد جدا، الفيو من فوق عظمه قوي. ففي روف تاني كده برضه في نفس الحوار، برضه احنا في الكوربه ما بعدناش، بس ده مش عالي قوي. هو فكره هو في الدور الاول او الثاني بس رايق يعني شويه. تعال نطلع كده ونشوف الروف ده احلى ولا الثاني احلى، نشوف ايه الدنيا يعني. بس اصلا هو المكان من اول بس ما تدخله حتى رايق قوي رايق قوي يعني، بس في تفاصيل حرفيا وفي ديتيلز في كل حته. وفي دورين، في ده هنا وفي فوق. تعال نخش هنا كده. السلام عليكم. بص هو ده روف برضه بصراحه رايق برضه، فكره هو مش في دور عالي بس كفيو اصلا وكحوار، لا هو عامل شغل جامد جدا. بس ده هنا يعتبر يعني مطعم، مش روف قوي يعني. وفوق هو لو حد تشرب حاجه او كده فده هيبقى في الدور اللي فوق، بس اللي فوق بالحجز. فهنا مطعم، ولو مش عايز تاكل حاجه فممكن تاكل ديزرت. احنا المفروض شفنا الدور اللي تحت. انت اصلا وانت طالع على السلم كده هتلاقي مناظر كده قديمه، وهو واخد لوك غريب شويه يعني. فهنشوف كده الدور اللي فوق نظامه ايه، هل هو حلو ولا لا. بس اللي فوق ده هو اللي بالحجز جامد. ده كده الدور اللي فوق. الدور اللي فوق بصراحه اريق بكتير جدا. بص المنظر، انت الشارع عندك الناحيه الثانيه اهو، رايق قوي رايق قوي. بس زي ما قلت لك المكان هنا بالحجز، اللي فوق بالذات ده بالحجز، تحت ممكن تقعد فيه عادي بس اللي فوق هو اللي بالحجز. فبس كده احنا اصلا مصورين مقدمه في كوربه، دلوقتي احنا في شيراتون. فكده يعتبر قلت لك ازاي تاكل وتقعد في روف رايق وتحلي وتعمل كل حاجه في الكوربه. ويقول لي كده في الكومنت او قول لي خش دي ام كده وقول لي ايه المحطات الثانيه اللي احنا ممكن نعمل فيها وايه الاماكن او الحاجه المشهوره في المحطه دي. فبس كده، سلام.